أنا مش عارفة إزاي ما كناش بنعمل كده. تسلم إيد اللي اخترعت الطريقة دي، ده هتريح كل ستات مصر. رشي الملح كده على الطاسة المحروقة وتعالي أقولك على سر هيرجعها لك جديدة. بس صلي على الرسول ولايك وشير وتم، وتعالي أقولك على الكنز اللي بجد هيريحك جدا في المطبخ. هتجيبي كده الملح الأكل بتاعنا، وطبعا هتجيبي المعيار بتاعك ده حوالي ربع كوباية. دي اللي هتعملي بيها كل المقادير اللي هترجع كل الطاسات بتاعتك جديدة بإذن الله. بتجيبي كده ربع كوباية من الملح، وكمان نفس الكوباية أو نفس المعيار أي نوع مسحوق غسيل عندك، تمام. وهتحطي عليها معلقة من ملح الليمون مع بيكربوناته. ونيجي بقى للمكون المهم جدا، هتجيبي بقى كده البطاطس، وده بتجيبيه من عند العطار، تمام. بيجي كده زي القشرة كده، بتحطي منه شوية صغيرين. أهم حاجة إن انتي تلبسي حاجة في ايدك، علشان الخلطة دي من كتر ما هي قوية جدا على الدهون بترجع فعلا كل حاجة جديدة. الألمونيا والتيفال وكل حاجة والاستانلس، أي حاجة محروقة عندك بجد هتدعيلي عليها لما تجربيها. بتجيبي بقى البوتاص وتاخدي منه كده معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من البيكربونات. وهاتي بقى كل الطاسات المحروقة عندك، في ثواني هترجع جديدة، سواء كانت استانلس، تيفال، ألمونيا، أي نوع عندك. لو لسه بقى مكملة معايا الفيديو يلا كده احتفظي بيه بسرعة علشان أكيد هتحتاجيه. بصي بقى يا ست الكل، أنا هطلع كل الدهون وكل الحروق دي من غير سلك خالص، بمعلقة واحدة من الخلطة دي هتوفر عليكي مجهود السنين. بمجرد بس ان انت تحطيها كده في مية سخنة وتنزلي بالحاجة بتاعتك زي ما انت شايفة، بصي بتطلع في ثواني، مش محتاجة لا دعك ولا اي حاجة. فالحركة دي بتنفع في التيفال علشان بيتجرح مننا من السلك. جربي بقى الخلطة دي لو كانت الطاسة التيفال مليانة دهون من غير سلك بقى ومن غير ما تجرحيها، بصي بتطلع في ثواني. طبعا بس دي طبعا طاسة ألمونيا، انت جربيها على التيفال هتلاقي برضو نفس النتيجة، لان البوتاص مع ملح الليمون بجد وصفة جبارة على اي حروق موجودة عندك. بصي تنفع كمان لفرن البوتاجاز لو عندك حروق كتير. انا مش عارفه الاختراع ده كان غايب عننا فين، بجد تسلم ايد اللي اخترعتها. هتجيبي كده الملح وترشيه على المكوى بالشكل ده، وتعالي اقولك على فكره اغلب الستات ما تعرفش عنها حاجه، علشان كده لايك وشير وتم، وتعالي اقولك على الفكره اللي بجد هتدعيلي عليها. اول فكره، لو انت عندك المكوى زي ما انت شايفه كده فيها حته سودة او بتبوظلك الهدوم لما تيجي تكويها، تعالي اقولك على طريقه حلوه قوي. بتجيبي كده اي فوطه زي ما انت شايفه، تمام. وبعد كده بتجيبي شوية من الملح الأكل بتاعنا العادي وتحطيهم على الفوطة بالشكل ده، شوية صغيرين. وسخني بقى المكوى، هحط بس الفيشة وسخنيها شوية. وبعد كده اكوي المكوى بالملح زي ما انت شايفة كده. بصي أول ما هتسخن تيجي ايه كأنك بتكوي الفوطة بالملح بالشكل ده. الحركة دي بقى بتخلي المكوى بتاعتك لو بتلسع معاكي الهدوم وفيها بقع سودا بتبوظلك الهدوم، بصي بتختفي تماما وبتنضف زي ما انت شايفة كده. تعالي بقى اقولك، لو انت بقى عندك فتحات البخار بتبقى مسدودة ومش بتطلع بخار وانت بتكوي، تعالي اقولك على الحاجات اللي بتبقى سادة فتحات البخار دي ازاي تنضفيها بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة كده. بتجيبي حقنة من ملح الليمون والخل وتشغلي برضو المكوى وحطي في الفتحات وامسحي بمنديل، هتطلع كل الحاجات اللي بتبقى سادة معاكي الفتحات بتاعة البخار، وهتلاقيها اشتغلت معاكي عادي جدا زي ما انت شايفه كده. بصي الفتحات نضفت، طريقه سهله جدا جربيها وهتدعيلي. تعالي نشوف الفكره رقم 3. لو انت بقى عندك الازاز بتاع الفرن حابه ان انت تفكيه والمسمار مش بيعمل معاكي بالمفك وبيلف على الفاضي، بيبقى مليان دهون، فانت كده هاتي اي ولاعه وسخني كده المسمار الاول. عايزه اقولك هيتفك معاكي بمنتهى السهوله، وتقدري ان انت تطلعي اللوح الازاز بتاع الفرن وتقدري ان انت تغسليه عادي جدا. الحركة دي لو في أي دهون ماسكة في المسمار ومش بتخليه يفك معاكي وتقدري تطلعي اللوح الإزاز، هتلاقيه فك معاكي زي ما انت شايفة، لأن الدهون دابت. ضد طبيعي بيقضي على السعال والكحة ونزلات البرد وبيقوي جهاز المناعة، وبجد هتدعيلي لما تجربيها. كل اللي انت محتاجاه كده بصلايه، بس ارفعي الفيديو باللايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وهاتي كده بصلايه تكون متوسطه الحجم او كبيره وقشريها واغسليها كويس جدا، وابتدي ان انت تشيلي الجزء اللي من بره ده وهتاخديها كده من فوق وتعمليها كده، تشيلي الجزء ده كده من نصها او من 3 ارباعها،
وبعد كده هتجيبي بقى معلقه صغيره وتبتدي ان انت تفضي قلب البصلايه. طب عشان يطلع معاكي بمنتهى السهوله اعملي فيه كده فتحات بالسكينه عشان ما تيجي تطلعيه بالمعلقه يطلع معاكي على طول. استخدمي بقى معلقه صغيره وطلعي قلب البصل. بس خلي بالك ان احنا مش هنرمي اي حاجه النهارده، كل حاجه هنستخدمها ونستفيد بيها. معروف ان البصل كانوا بيستخدموه زمان مضاد طبيعي للبرد بقى والانفلونزا والحاجات دي. جربي بقى الوصفه دي بجد هتعجبك جدا. بعد كده هبتدي ان انا هشيل قلب البصلايه، وهبتدي ان انا هقطع برضو البصل اللي طلع منها ده قطع صغيره بالسكينه كده وقطعيه. وبعد كده هتجيبي بقى البصلة وهتاخدي منها معلقة من البصل اللي احنا قطعناه، وكمان هتجيبي معاها فصين من الثوم هتقطعيه كده قطع صغيرة. وهنستخدم كمان قطع من الجنزبيل الفريش. كل دي حاجات بتقوي جهاز المناعة ومضاد طبيعي بيقضي على البرد والكحة والجهاز التنفسي. بجد جميل قوي. هتجيبي كده الجنزبيل الفريش وهتحطيه، واستخدمي الفريش بلاش البودر. وبعد كده هتجيبي الليمون وتعصري كده نص ليمونة، وكمان هتضيفي عليه معلقة من القرفة ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الكركم. وقلبي المكونات دي كويس جدا مع بعض ودخليها كويس جدا في البصلة بالشكل ده، واستخدمي عليهم معلقة من العسل الأبيض أو معلقتين، وخلطي المكونات دي كويس جدا. عايزة أقولك بجد هتقوي جهاز المناعة وتخلصك من حاجات كتيرة قوي. وهتسيبيها بقى كده 12 ساعة بعد ما تغطيها، وهقولك هنستخدمها ازاي. قلبي المكونات دي كويس جدا مع بعض بالشكل ده. اتأكدي ان كل حاجة اتقلبت كويس جدا مع المكونات دي. بعد كده هتغطيها وتسيبيها 12 ساعة على الرخامة. هنستخدمها ازاي؟ هقولك هنستخدمها ازاي. هتاخدي منها معلقة الصبح ومعلقة بالليل، ولو يفضل قبل النوم. هتخلصك بقى من البرد واللي كمان الكحة، وكمان هتقضيلك على اي دور بيجي عندك ويقوي جهاز المناعة.